اهلا بيكم في قناة اكلات صيامي. القناة دي قناة لسه جديدة، هتتخصص بس في الاكل الصيامي سواء حلو او حادق. عملنا مع بعض قبل كده حوالي 4 أو 5 اصناف من الاكلات، اتمنى ان انتوا تشوفوهم. ولو عجبتك فكرة القناة اعملي لايك للفيديو، اشتركي في القناة، شيري الفيديو عشان الكل يشوفه، ولفي لفة كده في القناة، شوفي كام فيديو اللي انا عملتهم، وقولي لي اقتراحاتك للاكلات اللي جاية اللي انت محتاجة ان انت تعرفيها. ويا ريت كمان الاكلات القديمه بتاعتنا، انا بحب قوي ان انا اعمل الاكلات القديمه اللي اتربينا عليها. لو يعجبك الفكره دي هنستمر فيها ان شاء الله، نعمل اكلات من اكلاتنا المصريه القديمه اللي احنا متعودين عليها بجوار الاكلات الجديده ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهارده المايونيز الصيامي بمكونات بسيطه جدا جدا موجوده في كل بيت. بس قبل ما ابتدي اضغطي لايك للفيديو، ولو لسه مشتركتيش في القناه اضغطي على زر اشتراك الأحمر الموجود أسفل الفيديو، وفعلي الجرس واختاري الكل عشان يوصلك إشعار بكل جديد هنعمله إن شاء الله. شايفة شكل المايونيز بتاعي جميل قوي إزاي؟ مكونات بسيطة ومش هياخد في عمايله أكتر من 10 دقايق بكل سهولة. تعالي نشوف هنعمله إزاي. عندي هنا كوباية من المية، مية عادية من الحنفية، هحط عليها معلقتين كبار من النشا وادوبهم على البارد في الاول، لان النشا لو على السخن انت عارفه انه مش هيدوب. هدوبهم كده على البارد، وبعد كده هاخدها على النار، على نار هاديه، وايدك تكون فيها على طول، لان لو ما حركتيهاش على طول ممكن تكلكع منك. مجرد ان الخليط بتاعي ده يتجانس والاقي لونه ابتدى يبقى شفاف، يبقى كده ايه تمام كده، خلاص قرب يستوي معايا. ما اسيبهوش، مجرد ما يجمد هشيله على طول، هو كده كفايه قوي تمام. ناخده بقى ونشوف هنعمل ايه بعد كده. كده تمام. هاخد الخليط بتاعي وهو سخن وابتدي اضيف عليه بقية المكونات بتاعتي. هحط هنا رشة ملح، حوالي ربع معلقة صغيرة، وحوالي معلقة صغيرة من السكر، معلقة كبيرة من المستردة، معلقتين خل، هحط معلقة دلوقتي ومعلقة بعدين، وابتدي ان انا بالهاند بلندر وابتدي اضرب المكونات دي. عندي نص كوباية زيت هحطها بالتدريج معلقة معلقة لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي. ابتدي اضربها. لو انت حابه تطعميه باي طعم ممكن تحطي له فلفل اسود، ممكن تحطي له توم باودر، ممكن بابريكا، اي طعم انت عايزه تطعميه بيه ممكن نحطه في المرحله دي، بس انا حبيت اعمله ساده. حطيت دلوقتي، معلش الكلام خدني، حطيت معلقه الخل التانية، وببتدي ان انا احط ايه معلقه معلقه من الزيت بتاعي لغايه ما اخلص المقدار كله. فعلا ما خدش معايا، لا ما يكملش 10 دقايق، وعملت احلى مايونيز صيامي في البيت جميل جدا. كده خلاص انا تقريبا خلصت كمية الزيت بتاعتي. شايفة القوام بتاعه بقى جميل.